بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أقدر أقول زلزال في 100 عقبة هيحصل إن شاء الله خلال الساعات القليلة اللي جاية. خبر إيجابي جدا ممكن يبقى له تأثير إيجابي أيضا على مستوى ونتيجة مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة بعد بكرة إن شاء الله في نهائي الكونفدرالية. قبل ما أروح للخبر وتفاصيله اللي إحنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت كتير، خلينا اروح للنادي الاهلي، وعندي خبرين مهمين جدا مرتبطين ببعض، والخبرين مرتبطين بالزمالك. يعني الخبرين ليهم علاقة بنادي الزمالك، لاعبين ومدربين. الخبر الاول بيقول ايه؟ بيقول انه النادي الاهلي قرر بشكل نهائي بعد هيمنة طبعا من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة ونائب رئيس النادي ياسين منصور، قرر اغلاق اي طريق لضم اي لاعب من الزمالك مستقبلا. فاكرين اللي حرمت يا بوجي حرمت؟ فتقريبا بعد الهزه اللي حصلت في اوضه اللبس في النادي الاهلي وغياب الفريق على منصات التتويج والخناقه وعدم القدره على التجديد لاي لاعب الا بوضع شروط، والارقام الفلكيه اللي بقت بتتحط امام لاعبين عاديين جدا زي زيزو مثلا، اداره الاهلي شايفه انه ده لو اتكرر هيبقى عبث. لذلك قرار غير معلن، يعني القرار اللي بقوله ده مش هينزل الصبح على صفحة النادي الأهلي، ولكن التطبيق حضراتكم هتعرفوه وتشعروا بيه. ايه هو التطبيق؟ انه لا ضم لأي لاعب من نادي الزمالك مستقبلا على طريقة أشرف بن شرقي اكس زمالك، او على طريقة زيزو، او على إمام عاشور. قال لك كمان مش بس اللاعبين، لأن الدنيا باظت في الأهلي بسبب انضمام هؤلاء. قال لك كمان مفيش مدرب ينضم للنادي الاهلي او يقود تدريبات النادي الاهلي او يتولى منصب المدير الفني في النادي يبقى سبق العمل ليه في الزمالك. زي مين؟ اللي انا نفيته قدام حضراتكم من اسبوعين وقلت انه النادي الاهلي مش قريب من خوزيه جوميز، وانه اللي بيتقال للفت نظر جماهير النادي الاهلي وابعاد تركيزها عن الخسائر والمستويات السيئه اللي بيقدمها الفريق. يعني المساله الحقيقه مرتبطه زي ما قلت لحضراتكم بنادي الزمالك بقرارين. القرار الاول هو عدم ضم اي مدرب او لاعب سابق لنادي الزمالك، والكلام ده هيبقى بداية من الآن. طيب ايه الخبر الثاني؟ طبيعة الحال لما إدارة النادي الأهلي توصل لقرار زي ده وتبقى شايفة انه ضم لاعبين من الزمالك ايا كانت، هي مش يعني عدم ضم لاعبين من الزمالك مش ده العدم مثلا امكانياتهم العاليه، ولا انه الاهلي مش محتاج حد. الاهلي ممكن يكون محتاج لعيبه الزمالك بالكامل، بس الناحيه الثانيه التاثير السلبي لضم هؤلاء اللاعبين خرب النادي الاهلي وهز استقرار اوضه اللبس، عمل فيها زلزال. قال لك لا، بعد كده ارقام الاهلي اللي هتتحط وتبقى ثوابت في النادي، والنادي اللي هيحط التارجت لاي لاعب. وانا اتصور اداره الاهلي لو عملت ده بعيد فعلا عن ضم لاعبين من نادي الزمالك هتقدر تسيطر. ياخدك الهوا بقى والشوق ويلفحك الهوا وتقول لي حسام عبد المجيد ولا مش عارف مين ولا فتوح مين ولا بتاع مين، هتلبس في نفس الحيط وهتقابل نفس المشكلات اللي مواجهاك دلوقتي، واللي مع الجواهر اللي خدتها من الزمالك يعني مش عارف تعمل حاجه. بالعكس، ده يمكن الاخ زيزو قال لك انا كسبت مع الزمالك كل البطولات ما عدا دوري الابطال، وانا رايح النادي الاهلي عشان دوري الابطال وكاس عالم. اول حاجه راح مع النادي الاهلي كاس عالم، رجع الاهلي حصلت مجموعته رابع، ادي تاثير زيزو. نمره 2، راح زيزو النادي الاهلي خرج الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي في حضره زيزو. وده يعني بيؤكد ان المساله مش بانه تاخد تجربه غيرك فتبقى ضامن نجاحها، لا، الارضيه في الزمالك مختلفه، العقليه في الزمالك مختلفه، الشغل والتكتيك في الزمالك مختلف. اللي ينجح عندي مش شرط ينجح عندك، وانت كمان البيئه الحاضنه اللي انت بتضم فيها لاعيبتك مش بالضروره ان انا اخد لعيب من عندي يتفوق في الزمالك وكان عندك لعيب كويس. فده قرار مهم جدا. طيب القرار الثاني، قرر برضو مجلس إدارة النادي الأهلي فتح باب الرحيل على مصراعيه أمام ثلاثي الزمالك السابق، وده خبر مرتبط بالخبر الأولاني. يعني اللي هم مين؟ إمام عاشور، سيد زيزو، وبن شرقي. اتقال للاعبين الثلاثة كل اللي يقدر يجيب عقد ويمشي في نهاية الموسم أهلا بيه. ده أنا بقوله بمناسبة ما يتردد دلوقتي عن شائعة التجديد لأشرف بن شرقي سنتين. الناس ما صدقت ومش عايزة تكمل عقد اشرف بن شرقي، قال لك نهايه الموسم مع السلامه، بس كل حد يجيب
المقابل المادي اللي يرضي النادي الاهلي. الوحيد اللي اتحط له تارجت امام عاشور، لان امام عاشور طبعا نجم كبير ولسه عنده سن صغير، والنادي الاهلي حدد له 10 مليون دولار. تروح بقى السعوديه، تروح مع وسام ابو علي الدوري الامريكي، تروح مطرح ما تروح، ولكن ب 10 مليون دولار. روح كاس عالم وارجع لي بعقد لا يقل عن 10 مليون دولار. ده مجمل الاحداث في النادي الاهلي الفتره الاخيره. وبالفعل اشرف بن شرقي اتفق مع نادي الغرافه، وامام عاشور طبعا مدوخ الاهلي في حته ادم وطني، كل يوم يتحايلوا عليه، والنبي يطلع كذب اللي قاله ادم وطني، ويطلع قول انك معانا وانك في صالح النادي وانك هتجدد بالشروط. طب ابويا يدخل، طب كل ده كلام ملوش مكان من الصحه ولا له علاقه بالواقع في النادي الاهلي. امام عاشور لسه وكيله ادم وطني، وعلى فكره ادم وطني جايب له عرض سعودي وعرض امريكي بالفعل في نهايه الموسم. طيب خلينا اروح على نادي الزمالك وابدا بالخبر اللي قلت هيعمل زلزال عند جماهير نادي الزمالك قبل 48 ساعه من المباراه النهائيه. ان شاء الله خلال ساعات، ان لم يكن النهارده يبقى بكره الصبح ان شاء الله، من المتوقع انه يصدر قرار امني باعتماد السعه الكامله لاستاد القاهره في مباراه الزمالك بعد بكره مع اتحاد العاصمه في نهائي الكونفدراليه. لحد النهارده كان 46,000 تذكره، و6000 تذكره معموله بلوك، يعني 40,000 طلع منهم الدعوات وطلع منهم شغل الاتحاد الافريقي، يعني الاستاد يصفصف على 30 35، وده مسبب حاله من الازعاج والسخط عند جماهير نادي الزمالك، انه الفريق في المحطه الاخيره في النهائي. الطبيعي الزمالك علشان يكسب جماهيره تبقى حاضره. طب تعالى نتخيل السيناريو الثاني بقى. السيناريو الثاني ان الزمالك يتحرم من جماهيره ويحضر له 20 30 الف متفرج زي ما البعض بيحاول دلوقتي، والزمالك بيخسر البطوله. تخيل عزيزي المسؤول ردة الفعل هتبقى ازاي؟ حالة الغضب على الأجهزة في مصر هتبقى ازاي؟ فالطبيعي أنا وأنا رايح ألعب نهائي حضرتك تدعمني، تبقى في ظهري. هو أنت بتدعم الفاشلين فقط؟ يعني بدعم الفرق اللي طلعت من ربع النهائي. الأهلي في ربع النهائي كان عنده الساعة الكاملة في استاد القاهرة، وأنا النهائي واحضر ب 40,000 ويتشال منهم 4 ولا 5 35,000 متفرج. فيعني ده قرار انا بقول لحضراتكم انه ان شاء الله خلال ساعات في اجتماع مع الجهات الامنيه، ومن المتوقع ان يكون في موافقه امنيه على اعتماد السعه الكامله. وفي هذه الحاله ستعيد تذكرتي طباعه تذاكر بعدد كراسي استاد القاهره 72,000 متفرج، او 72,000 مقعد في الاستاد، كرسي يعني، اللي هيبقوا مشغولين. فبالتالي القرار، حد يقول لي هيبقى كافي؟ ده المباراه بعد بكره يا فندم. لو تذكرتي فتحت باب الحجز بكره لمليون تذكره، اقسم بالله هتتباع. انا لو عندي في مصر استاد بيستوعب مليون بني ادم، بكره يطلع مليون بني ادم بيشجعوا نادي الزمالك من جماهيره ومن شعبه العظيم. فده خبر مهم جدا، اعتقد ان شاء الله لما يطلع هيعمل كمان حاله معنويه بين الجماهير الزمالكاويه، هيغير الواقع خالص، هياخد الزمالك لحته تانيه. احتفالات بقى باعداد الجماهير دي حدث ولا حرج، العالم كله يبقى على اطراف اصابعه يشوف ابداع الزمالك وابداع التالتة يمين هيقدم ايه يوم المباراه. فاعتقد الزمالك محتاج هذا الدعم جدا جدا جدا. دعم من نوع تاني، عمرو ناصر. عمرو ناصر مهاجم الزمالك اللي غايب من فتره طويله، اشترك في التدريبات الجماعيه واصبح جاهز بنسبه يعني نقول 90% انه يشارك في اي وقت من اوقات المباراه، وده حسب ما هيرى الجهاز الفني هو محتاجه ولا لا. ولكن عوده عمرو ناصر بتقول انه ممكن يكون اضافه لنادي الزمالك في هذه المباراه. طيب قرار تاني يخص الدعم برضو المعنوي، وهذا المره القرار ما هوش للنادي ولا المجلس الاداره ولا جون ادوارد، ولكن كان لعبد الله السعيد اللي عقد جلسه مطوله بصفته اكبر اللاعبين سنا واكثرهم خبره. اسطوره نادي الزمالك عبد الله السعيد عقد اجتماع لمده طويله جدا مع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد انا رايي في حسام ان هو مدافع نموذجي بغض النظر عن الاخطاء الكارثيه اللي ارتكبها، كارثيه ولازم نقف عندها كتير، ولكن انا بنفي على حسام عبد المجيد انها اخطاء مقصوده او متعمده
زي ما البعض بيحاول يقول ويرمي من فتره. حسام عبد المجيد مستحيل يتسبب في خساره الزمالك او يلعب بتراخ عشان الزمالك يخسر، او يكون ماضي مش عارف فين فبيلعب ازاي. حسام عبد المجيد من ارجل لعيبه نادي الزمالك، وده الكلام اللي قاله عبد الله السعيد اللي دعم اللاعب بشكل كبير جدا، وقال له ان هو واحد من اسرار انتصارات الزمالك سواء في الكونفدراليه او الدوري، وطلب من حسام عبد المجيد انه يخوض خط الظهر بالكفاءه المعروفه عنه عشان ياخد الزمالك الى اللقب ان شاء الله بعد بكره السبت. على فكره دعم حسام عبد المجيد ما كانش بس من عبد الله السعيد، ولكن جلسه عبد الله كانت اكثر تاثيرا، لكن اتكلم معاه معتمد جمال، اتكلم معاه جون ادوارد، اتكلم معاه عدد من نجوم الفريق الكبار لدعمه نفسيا ومعنويا قبل المباراه، خصوصا انه معتمد جمال ناوي بشكل كبير انه يعتمد عليه، مش هيبقى بره التشكيل او قاعد على دكه البدلاء، بالعكس حسام هيكون واحد من نجوم المباراه، اذا انا اتوقع انه يكون واحد من نجوم هذه المباراه. طيب اخيرا جون ادوارد ومعتمد جمال مصرين على فرض الحظر الاعلامي على لاعبي نادي الزمالك بالكامل. ممنوع الاقتراب او التصوير من مواقع التواصل الاجتماعي او صفحات الفيسبوك او اكس او الانستا او ايا كان نوعها، واللاعب اللي هيتجاوز ده هتبقى عليه عقوبات مشدده. الحقيقه في انصياع كامل من اللاعبين، ما بقاش عندهم تقريبا وقت ولا دماغ يفكروا ان هم يقعدوا على فيسبوك او على انستا. لعيبه مركزه بيلعبوا مع نفسهم دور معنوي كبير جدا. يعني شحذ الهمم مش بس واقف على معتمد جمال والمدير الفني، لا اللاعبين كمان بيتكلموا مع بعض بشكل ايجابي، وتعهدوا ان هم على الاقل اهداء لقب الكونفدراليه ويبقى اول القاب هذا الموسم لجماهير النادي الزمالك، مش اللي عملت معاهم الصح، اللي عملت معاهم فوق الصح، اللي عملت معاهم اذا كان البعض يتكلم او يتحدث عن لغه اعجاز فيما وصل اليه نادي الزمالك، فالاعجاز ده وراه الجماهير، فالاعجاز جماهيري مش اعجاز فني في ارضيه الملعب. اتفق الجميع على انه هذا الجمهور الرائع يستحق اهدائه لقب الكونفدراليه بعد بكره السبت ان شاء الله. بشكر حضراتكم، دايما نلتقي على خير.